هو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو منزله. حابة كمان اشكركم، احنا كملنا 1000 متابع. يعني 1000 متابع بيحبني وانا بحبكم جدا وبيتفرجوا عليا وعلى فيديوهاتي. انا حقيقي بحبكم قوي. يلا بقى نشوف وصفة النهاردة عندنا رموش الست. كلنا بنحب رموش الست، وكلنا واحنا بناكلها كده بنحس ان هي حاجة حلوة. يعني زيها زي صوابع زينب، بس هي تكون اخف كمان. حاجة كده دايبة ومرملة، وحقيقي تحفة يعني من جوه زي بره. هعلمكم ازاي تطلعوها كده تسوية مظبوطة. يلا بينا نشوف المقادير. معايا 2.5 كوب من الدقيق المنخول، عليه رشة ملح. ومعايا كوب الا ربع من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة. ومعايا 2 بيضة بحرارة الغرفة. ومعايا كوب من خليط من السمنة والزبدة والزيت، كوب برضو بحرارة الغرفة. ومعايا نص كوباية من السكر البودر، ومعلقتين كبار من جوز الهند، وكمان باكت من البيكنج باودر، و2 باكت من الفانيليا. هنعمل بقى الشربات بتاعتها او السيرب. معايا 2 كوب من السكر، معاهم 2 كوب من المية برضو. يعني كميات متساوية عشان انا مش عاوزاه يكون تقيل معايا، انا عاوزاه يكون خفيف كده. ومعايا كمان ليمونة، اول ما يبدأ كده يغلي يعني دقيقتين هعصر عليه الليمونة. وكده بعد ما اخلص بص خفيف معايا ازاي. بيكون زي بتاع البسبوسة بالظبط، يعني السيرب بتاعها زي البسبوسة بيكون خفيف كده. هنجيب بقى بولة هنضيف فيها كل المكونات على بعض. انا ضفت بقى السمنة كده وبعدين السكر، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي لحد السكر ما يدوب. وكل ما كان انعم كل ما هيدوب اسرع. وبعدين هنضيف البيضتين، وعليه 2 باكت من الفانيليا، ممكن معلقة صغيرة فانيليا سايلة. وبعدين هنقلبهم كده مع بعض. وبعدين بقى هنضيف الدقيق. خلاص بقى خليط يعني خليط واحد. هنضيف بقى الدقيق، وعليه الباكت من البيكنج باودر، وعليه كوب الا ربع من السميد، ومعلقتين كبار من جوز الهند. جوز الهند اختياري، ممكن تستغنوا عنها، بس بجد بتضيف طعم حلو قوي. وبعدين هبدأ بقى كده ألم العجينة، بس بسرعة عشان الدقيق يعني ما يمتصش السمنة كلها، لأ بسرعة كده. حسيته ان هي ناشفة شوية، ممكن يعني تضيفوا مثلا زيت او سمنة، يعني اللي متوفر عندكم. بس هي كده كانت حلوة معايا، عجنتها بس كويس وما احتاجتش مني حاجة. بصوا العجينة طرية ازاي، ويعني بقطعها كده بتتقطع بسرعة، مش بيكون لها عرق يا جماعة، لا بتتقطع بسرعة كده. يا دوب بس هسيبها ترتاح كده 5 دقايق او 10 دقايق عبال ما اجهز اللي انا هخبز فيه الصينية او ايا كان. انا مش بدهن الصينيه بتاعتي او الصاج اي ماده دهنيه، لان هي الماده الدهنيه بتاعتها موجوده، يعني هي فيها المواد الدهنيه بتاعتها فمش هتلزق، متقلقوش. هاخد بقى قطعه كده كره كده. هبدا الاول يعني ادمجها كده، او اللي هو عشان ما تفكش مني ولا تشقق. وبعدين اعملها كره، وبعدين اعملها صباع كده، اكني بعمل يعني صباع كفته، بس كده سهله. بروح بقى عاملاها زي الصباع كده، واروح بصباعي اللي في النص او اي صباع استخدمه، اروح دايسه عليها كده، وابدا بس اعمل الاحرف بتاعتها تبقى يعني ببوز شويه، ومن النص تبقى مفروده، يعني شكل الرموش، شكل العين كده. هي اسمها رموش الست. بص طريقه التشكيل سهله. بس كده. برضو ما تحاولوش ان هي تبقى رقيقه ولا تخينه قوي عشان قلبها يستوي، كمان قلبها ما يكونش ناشف كده. بس وهنبدا نشكل الكميه كلها واحده ورا التانية، هنحس ان الموضوع بقى اسهل وبتتشكل اسرع. وحاولوا تخلوا يعني المقاسات كلها متساوية، مفيش واحدة اكبر من واحدة، لا خلوها كلها يعني قد بعض كده وزي بعض. وهبدأ اشكلها بقى لحد ما الكمية كلها تخلص.
انا هنا اسفه بس الموبايل فصل مني. بس قبل ما ادخلها الفرن صفار بيضه ويعني معلقه صغيره من الفانيليا، هبدا كده بفرشه اعمل عليها من على الوش، وبعدين بشوكه امشي كده بالشوكه، يعني بالشوكه على يعني عليها كده من فوق، هتبدا تدي الخطوط دي، هتبدا تدي الخطوط اللي هي الطويله دي، وكده يبقى شكلها اتشكل معايا. وادخلها الفرن بقى لمده 50 دقيقه، من 50 دقيقه لساعه على نار هاديه جدا. يعني اول ما يعدي 20 دقيقه نهدي النار، نهديها خالص يعني على 140 كده او اقل كمان، عشان تستوي من جوه زي بره، وما تبقاش من جوه كده عجينه او بيضه، لا هي بتكون من جوه يعني لونها غامق زي بره كده، مش بتكون لونها فاتح، لا بتكون مستويه وقلبها من جوه زي بره. اول ما خرجتها طبعا سبتها تهدى هي دقيقه واحده، مش تبرد، لا تهدى بس كده. وبعدين ضفت عليها العسل او السيرب بتاعها، بيكون سخن. واول ما انزلها كده تعمل الصوت اللي هو التش ده، بس ده احسن صوت. يعني انا بحط عليها العسل كلها لحد ما احس ان هي غرقانه فيه كده، بسيبها بقى حوالي 5 دقايق او 10 دقايق تمتصوا. هنلاقي في الصينيه خلاص مفيش حاجه. او لو مقلقين العسل كتير او قليل، هو يعني هي هتاخد اللي هي عايزاه كله، وهتسيب يعني البواقي كده. وبعدين بقى ببدأ اقلبها على الوش التاني عشان تمتص برضو من فوق ومن تحت. بس كده وكانت جاهزة معايا. حقيقي طعمها تحفة. يعني انا كنت اصلا عمالة اكل فيها وهي قبل ما تبرد، كان طعمها حقيقي حلو قوي. طعم السمنة كده او الزبدة باين فيها، والتسوية بتاعتها رهيبة. تبدأوا بقى ترصوها الشكل اللي انتوا عاوزينه في التقديم. كمان تقدروا تحطوا عليها اللي انتوا عاوزينه، فستق بقى او فول، يعني فول مكسر او جوز الهند. انا بحب معاها جوز الهند قوي. بصوا شكلها حقيقي تحفة، وكلها متساوية كده والتسوية واحدة. انا زينتها بجوز الهند زي ما قلت لكم. بصوا شكلها حلو قوي، وبرضو التسوية بتاعتها خطيرة بجد. كان طعمها حلو قوي، يعني كلنا بنحبها، وبنحس ان هي خفيفة كده، بنقعد نلقط كده يعني واحدة واحدة. بجد طعمها تحفة. مفيش اي حد بيحب الحلويات الشرقية مش بيحبها. بصوا دايبة ازاي ومرملة. ولو عجبتكم الوصفة تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.